السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعمل خلطة جميلة جدا يا جماعة العصافير عندي، وبحطها في المية بقدمها عندي للعصافير. الخلطة دي بتكون ممتازة جدا لزيادة الإنتاج للعصافير. يعني جربها وهتلاقي حاجات عندك موجودة في كل بيت، ولا هتحتاج إن أنت تجيب حاجة بيطري ولا مكمل غذائي ولا سيلينيوم ولا كلام من ده خالص. الحاجات دي موجودة عندنا في كل بيت وسهلة جدا، وبقدمها عندي للعصافير ومش على عطش ولا حاجة. انت بتحطها العصافير طول اليوم وتشيلها في نفس اليوم اخر النهار. الحاجة ديت اللي اقدمها عندي العصافير النهاردة، اللي هي اول حاجة الزنجبيل، تمام، وعندي القرفة والفلفل الاسود، تمام. وهحط من كل حاجة بسيط جدا في كل مسقة، ولو لاحظنا هنلاقي ان المسائق عندي مش مليها قوي، يعني شايفين حضراتكم اهي، يعني هي كده ربعها مية بس. بالنسبة للمسائي دي بغسلها ازاي يا جماعة؟ بغسلها بالتراب، يعني مش بغسلها بالليفة ولا كلام من ده ولا صابون ولا حاجة، لا خالص. احسن حاجة تنظف المسقة عندك بالتراب. بحط قليل من التراب في المسقة وادعك كويس قوي، بتزيل اي ميكروبات. ودلوقتي هحط زي ما حضراتكم شايفين كده باذن الله ادي الزنجبيل عشان خاطر اعرف احط صباعي فيها، تمام. وادي القرفة، وهحط قليل جدا، يعني قليل، يعني قليل قوي قوي. بصوا حضراتكم اهي، شعره بس كده اهي هنا اهو، تمام. وادي هنا القرفه اهي، تمام. ادي اول حاجه حطينا القرفه. بعد كده الزنجبيل نفس الكلام بالظبط، بسيط قوي بطرف ايدك بس كده اهي، ولا ربع معلقه ولا كلام من ده اهي، تمام. نفس الكلام الفلفل الاسود. دول بقى يعني مهمين جدا لمين بقى؟ هل هو مهم للنتاية بس او للذكر بس؟ لا، للاتنين. بيقوي عنقود النتاية، بتنشطها عند النتاية. كذلك الذكر بسم الله ما شاء الله اول ما بيشرب المشروب ده بيبقى حامي قوي على النتاية، ويبقى زايف عليها، وهي كمان بتبقى زايفة عليه. وبعدين اغطيهم واقدمهم على طول للعصافير. هل المية اللي انا قدمتها مية ايه؟ مية من الحنفية عادي ولا مية دافية؟ لا، مية دافية، مية دافية مش سخنة قوي طبعا. وارج رجة بسيطة بس كده في كل مسقة، تمام. واروح اقدمهم بقى للعصافير. هتبص تلاقي ان شاء الله ان الذكر يبقى زايف جدا على النتايه بعد ما بيشرب المشروب ده. وكذلك النتايه بسم الله ما شاء الله لو هي بتتاخر في وضع البيض، هتلاقيها ان شاء الله على طول بدات ان هي تشتغل مع الذكر. وهنا خلاص علقت المسائي اهو، ادي اول مسقه، وادي المسقه الثانيه، تمام. وادي المسقه الثالثه، وهعمل كده ان شاء الله مع بقيه العصافير. بشكركم جدا، بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.